بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع طلبة الصف الرابع، وبنبدأ بالوحدة الأولى. بنتكلم عن كيفية قراءة وكتابة الأعداد الكبيرة. مفترض طالب سنة رابعة السنة دي إنه إن شاء الله إن هو هيبدأ يتعلم إزاي يقرأ لحد العدد المكون من 12 رقم. طبعا هو السنة اللي فاتت نهى إن هو يقدر يقرأ لحد العدد المكون من 5 أرقام. طيب بصفة عامة أي عدد من الأعداد الكبيرة اللي هتقابلنا السنة دي عشان إن أنا أقرأها يبقى لازم الأول أعرف إيه هي الخانات اللي أنا بتعامل معاها. عشان أعرف الخانات دي لازم أبدأ أعمل تقسيم لهذا العدد. طيب هقسم العدد ده من الأرقام اللي على يمين العدد، فببدأ من ناحية اليمين، فببدأ أول 3 خانات: أحاد، عشرات، مئات. دول الخانات الأساسية اللي أنا اتعلمتهم زمان، ودول اللي موجودين في أي عدد من الأعداد الكبيرة. دول بقى مع بعض كده بحطهم في طبق كده مع بعض وسميه طبق الأساسيات، فيه الخانات الأساسية اللي موجودة في أي عدد. أي عدد لازم يبدأ كده بأحاد وعشرات ومئات. بعد كده عندي 3 خانات أخرى، رقم الرابع والخامس والسادس، دول عبارة عن أحاد الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. بكل دول خانات الآلاف. فلما أجي برضو أقسم العدد بحطهم مع بعض كده في طبق لوحدهم 3 مع بعض، ويبقى اسمهم خانات الآلاف أو طبق الآلاف بتاعي. بعد كده عندي الرقم السابع والثامن والتاسع، دول موجودين في خانات الملايين، وبرضه نفس الكلام. الرقم الأول يبقى أحد الملايين، الثاني عشرات الملايين، الثالث مئات الملايين، ويبقى دول طبق الملايين. يبقى أنا أي طبق من اللي بقسم بيهم أو أقسم عليهم العدد لازم يتكون من 3 خانات، في أحاد وعشرات ومئات. الطبق الأولاني خانات أساسية، أحد وعشرات ومئات بس. الطبق الثاني آلاف، يبقى أحد آلاف، عشرات آلاف، مئات آلاف. الثالث طبق ملايين، يبقى أحد ملايين، عشرات ملايين، مئات ملايين. الطبق بقى الأخير طبق المليارات، برضو 3 أرقام. الرقم الأول أحاد المليارات، الثاني عشرات المليارات، الثالث برضو مئات المليارات. ويبقى ده الطبق بتاعي الرابع. طيب انا عندي العدد ممكن يكون فيه 12 رقم، ممكن يبقى 11، 10، على حسب العدد بتاعي. طيب كل ده على بعضه اسمه عدد واحد، مكون من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رقم. انا عشان اقراه يبقى لازم ان انا اقسمه. طيب احاد عشرات مئات طبق، احاد الاف عشرات الاف مئات الاف طبق، احاد ملايين عشرات ملايين مئات ملايين طبق، احاد مليارات عشرات مليارات مئات مليارات طبق. طيب اما بعد ما قسمت كده بقسم من اليمين. طيب لما اجي اقرا العدد ده من الشمال، فعايز اقرا العدد ده كله مش هقدر اقراه الا لما اقسمه بالشكل اللي احنا عملناه ده. طيب لما اجي اقرا من الشمال، طب اما اقرا طبق بطبق. الطبق اللي هو على الشمال خالص ده طبق المليارات، فبقراه عادي خالص في 3 ارقام، احاد وعشرات ومئات، فهقراهم زي تانية ابتدائي بالظبط. العدد ده لما اجي اقراه بتوع سنه تانية بيقراوا كده 294. اللي هيزيد بس السنه دي ان انا هقول مليار. فلما اجي اقرا العدد اقول 294 مليار، يبقى 294 مليار. طيب وبعد كده اخلص الطبق ده اروح على اللي بعده 538 مليون. يبقى ده اقول بعد ما اقراه كلمه مليار، انما ده هقول عليه مليون، فاقول 538 مليون. طيب نروح على بعد الطبق اللي بعده الالاف، في 3 ارقام هقراهم برضو بنفس الشكل، 529,000 و529,000. والطبق الاخير هقراه عادي خالص و764. فبقراه بقى على بعضه كده مره واحده. يبقى العدد ده كله عشان هقراه بالشكل ده، هقسمه الاول وبعد كده اقراه من الشمال، فاقول 294 مليار و538 مليون و529,764. طيب بنفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها دي هبدا ان انا اقرا الاعداد اللي قدامي دي. طيب لما اجي اقرا نفس الكلام هبدا من اليمين، احاد عشرات مئات طبق، احاد الاف عشرات الاف مئات الاف طبق، احفظ معايا الخانات، احاد ملايين عشرات ملايين مئات الملايين طبق، وبعد كده احاد المليارات عشرات المليارات طبق. طيب
هبدأ من الشمال. طيب ده طبق مليارات، يبقى أساسيات آلاف ملايين مليارات. طيب في 75، فهقرأ كده 75 مليار و426 مليون و495,846. فالعدد تاني مرة أقول كده 75 مليار و426 مليون و495,846. ده العدد بتاعي. العدد التاني هقرأ هقسمه برضه على طبق أحد عشرات مئات، طبق أحد آلاف عشرات آلاف مئات آلاف، طبق أحد ملايين عشرات ملايين. مفيش عندي مليارات خلاص، يبقى أنا هبدأ من الشمال وأقول كده 57 مليونا و264,298. تاني العدد 57 مليون و264,298. طب ليه ما قلتش مليارات؟ لأن ما عنديش الطبق التالت ده، مش موجود فيه أي خانات. طيب هروح على اللي بعده، العدد اللي بعده نفس الكلام برضه، كل ده عدد واحد هقسمه أحاد عشرات مئات، أحد آلاف عشرات آلاف مئات آلاف، أحاد عشرات مئات ملايين، أحد مليارات عشرات مليارات مئات مليارات. طيب هبدأ من الشمال، الطبق ده مليارات يبقى أقول 208 مليار. طب الطبق ده كله أصفار خلاص مش هقرأ، يبقى 208 مليار. طبق الملايين فاضي خالص، هو في كله أصفار فخلاص ما بقرأوش، يبقى أقول 208 مليار و164,009. تاني العدد لما أجي أقرأ 208 مليارا و164,009. أروح على العدد اللي بعده، برضه عايز أقرأ العدد ده هقسمه 3 أرقام مع بعض، 3 أرقام مع بعض. طبعا التقسيم بيبقى باليمين. طيب هنا أساسيات من آلاف، يبقى ما عنديش لا ملايين ولا مليارات، يبقى أنا هقرأ أقول 654,908. اللي بعده هقسم على 3 أرقام، 3 أرقام، وعندي هنا رقم واحد بس، هنا أساسيات آلاف يبقى ده ملايين، يبقى أقول 2,604,800. طيب هنا الأساسيات آلاف ملايين، برضو ما عنديش مليارات، يبقى أقول 19,000,000 و400. هنا الآلاف فيها أصفار خلاص مش هقرأ، يبقى 19,000,000 و400. قسم 3 أرقام 3 أرقام 3 أرقام، وهنا رقم. أساسيات آلاف ملايين مليارات، يبقى أقول 6 مليار، هنا الملايين فاضية خالص، و707,002. طيب هينطلب مني ان انا عدد زي ده اكتبه بالالفاظ، يبقى انا لازم يكون عندي مقدره ان انا اكتب العدد ده بالالفاظ. طب مش هعرف اكتبه الا لما الاول اقسمه، وبعد كده بالشكل اللي احنا عملناه في قراءه الاعداد السابقه، وبعد كده اكتبه باللغه العربيه. طيب هنا اساسيات الاف ملايين مليارات، يبقى اقول 84، اكتب 84 مليار، واقرا الطبق اللي بعده 658 مليونا و495 ألفا و246. ده العدد بتاعي، يبقى 84 مليارا 658 ألفا 658 مليونا 495,246. طيب هينطلب مني ان انا اكتب الاعداد بالارقام، ده سؤال مهم. طيب عشان اعرف انا هكتب الاعداد دي ازاي بالارقام، يبقى لازم الاول هقرأ بداية العدد 83 مليون، هي دي اهم كلمة. طيب هنحفظ كده مع بعض، لو بدأ العدد بكلمة مليون يبقى انا هعمل هنا طبق 2 3 بس. لو قال لي مليار هعمل طبق 2 3 4، ولو قال لي ألفا يبقى انا هعمل طبق 2 بس. يبقى هنا بداية العدد مهمة، هي اللي بتحدد لي انا هعمل كام طبق عشان اكتب جواهم الارقام بتاعتي. طيب بدأ بكلمة مليون يبقى انا هعمل 3 اطباق فقط، مليار هعمل 4 اطباق، ألفا هعمل طبقين بس. طيب ولازم ابقى عارف كده ان كل طبق من ده لازم يبقى موجود فيه 3 ارقام. لو جاب لي ال3 ارقام في العدد بتاعي هكتبه، لو في ارقام ناقصه هحط صفر على شمال الارقام اللي موجوده داخل الطبق زي ما هنتعلم دلوقتي. هنا بقول لي 83 مليون، خلاص فين طبق الملايين؟ ده اساسيات
آلاف ملايين. طب هو بيقول لي 83 يبقى أنا هكتب 83. طب دول رقمين وأنا الطبق بيتملى ب3 أرقام، يبقى ناقص رقم أحط صفر على الشمال. طيب و26 ألفا أروح على الآلاف وأكتب 26. طب برضه دول رقمين ناقص رقم أحط صفر. وتسعة، 9 ده الأساسيات هكتب 9. طب ده رقم ناقص لي رقمين، يبقى أنا أحط صفرين على الشمال. طيب الأصفار اللي على الشمال دي ما أقدرش أستغنى عنها، اللي هي على شمال كل طبق، انما الصفر ده اهو ده ممكن ان انا استغنى عنه، ده اللي ممكن ما اكتبوش، انما الصفر ده والصفرين دول لازم ينكتبوا. طيب نشوف عدد كمان. بيقول لي هنا 100 مليار و6 ملايين و50 ألفا و307. طيب كل ده عبارة عن عدد واحد. طيب أهم كلمة أهي كلمة مليار. خلاص يبقى أنا عندي طبق أساسيات آلاف ملايين مليارات. 100 مليار. طيب هروح على طبق المليار. هنا أساسيات محدش يبدأ لي من هنا، لا أنا هبدأ من الشمال من هنا من 100 مليار أكتب 100. 100 أهي. طيب دول 3 أرقام خلاص مش محتاج إن أنا أحط أي أصفار. و6 ملايين. طيب يبقى الملايين أحط في 6. طب ناقص رقمين أحط صفرين على الشمال. و50 ألفا هروح على الآلاف وأكتب 50. طب ناقص رقم يبقى أحط صفر على الشمال. و307 ده الأساسيات، يبقى 307 يبقى 307 بالشكل ده. وبكده اكتمل العدد بتاعي 100 مليار و6 ملايين و50 ألفا و307. نروح لعدد آخر 276 ألفا. بدأ بكلمة ألفا ما جابش كلمة لا مليار ولا مليون، يبقى أنا عندي طبقين فقط، هذا طبق وده طبق. 276 ألفا يبقى 276 أكتبهم بالشكل ده. و84 يبقى 84. طيب هنا كان 3 أرقام ما حطيتش أصفار، إنما هنا رقمين يبقى في صفر ناقص أحط صفر على الشمال. هنا بقول 3 مليارات. خلاص يبقى أنا عندي طبق 2 3 4 بس. يبقى فكرة الحل هنا هي الكلمة دي. لو مليارات 4 أطباق، ملايين 3 أطباق، آلاف يبقى أنا عندي طبقين فقط. 3 مليارات يبقى أنا عندي هنا 3 وفينا عندي صفرين على الشمال. و70 ألفا ما جابش كلمة مليون هنا، ناخد بالنا من دي. طب ما جابش كلمة مليون يبقى طبق الملايين ده أحط فيه 3 أصفار، مهمة جدا دي. و70 ألفا يبقى 70 ألف اهي، أدا 70 ناقص رقم أحط صفر على الشمال. و5 يبقى 5 اهي ناقص رقمين أحط صفرين على الشمال. وبكده اكتمل العدد بتاعي. طيب برضو عدد آخر بيقول لي 9 مليارات و9. طيب بادئ بكلمة مليارات، حفظنا كده يبقى طبق 2 3 4. 9 مليارات يبقى طبق المليارات أحط 9، في عندي صفرين على الشمال. طيب و9 ما جابليش بقى لا ملايين ولا آلاف، خلاص يبقى طبق الملايين 3 أصفار، طبق الآلاف 3 أصفار، وعندي هنا 9 وعندي هنا ناقص رقمين أحط صفرين على الشمال، ده العدد بتاعي كله. طيب 70 مليون. خلاص يبقى أنا عندي طبق 2 3 حفظت، يبقى مليارات 4 أطباق، ملايين 3 أطباق. 70 مليون يبقى ده 70 اهيت وعندي صفر على الشمال، عايز اكتبه اكتبه، مش عايز اكتبه مفيش مشكله. و62 ألفا يبقى عندي 62 ألف، يبقى ال 62 في الآلاف ناقص رقم احط صفر. طب ما جابليش اي اساسيات، خلاص يبقى هنا صفر 2 3. عندي اللي بعده 19 مليونا. 19 مليون يبقى هبدأ بثلاث أطباق 1 2 3. الملايين 19 يبقى طبق الملايين هنا 19، هنحط 19 هنا. طيب في صفر على الشمال ما جابليش آلاف 3 أصفار، ما جابليش أساسيات 3 أصفار. ومن هنا نحفظ إن لو العدد بس بتاعي ملايين فقط خلاص يبقى أنا بكتب العدد اللي هنا وبحط له 6 أصفار. طيب 6 مليارات، مليارات يبقى 4 أطباق 1 2 3 4. المليارات 6 مليارات اهي، صفرين على الشمال ملهمش لازمة. طيب ما جابليش ملايين يبقى 3 أصفار، ما جابليش آلاف 3 أصفار، ما جابليش أساسيات 3 أصفار. طيب لو عديناهم هنلاقيهم 9 أرقام 9 أصفار. طيب يبقى في الحالة دي بحفظ برضو إن أي عدد بالمليارات بكتب العدد وأحط له 9 أصفار. يبقى المليون بحط له 6 أصفار، إنما المليارات بحط لها 6 أصفار. 100,000. طب ال 100,000 يبقى ده طبق 2، ما عنديش لا طبق ملايين ولا مليارات. طيب بعد كده ال 100,000 يبقى 100 في الآلاف. طب ما عنديش أساسيات يبقى أحط 3 أصفار. ونحفظ برضو إن كلمة 1000 هنحط 3 أصفار فقط قدام العدد. طيب في عندي أعداد لازم أكون حافظها. النص مليار، النص مليار ده بيساوي 500 مليون. فلو عايز أكتبه بالأرقام يبقى أنا هعمل 1 2 3 أطباق، هشيل 4 بقى. لا ده نص مليار هو بيساوي 500 مليون، يبقى كلمة مليون دي محتاجة إيه؟ 3 أطباق. طيب الملايين 500، الآلاف 3 أصفار، الأساسيات 3 أصفار. طيب ربع مليون، الربع مليون بيساوي 250,000.
نحفظ يبقى نص مليار 500 مليون، الربع مليون 250,000. طيب يبقى هنا هحط طبقين فقط واكتب في الالاف 250 والاسياد 3 اصفار. طيب ربع مليار 250 مليون، يبقى الربع مليار 250 مليون. طيب مليون يبقى عايز 3 اطباق، 1 2 3. المليون 250، الالاف 3 اصفار، الاسياد 3 اصفار. وبكده انتهى الدرس بتاعنا الاول.